السلام عليكم متابعي قناة منطقي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، فهو فرض على كل مسلم بالغ عاقل، لذلك يجب علينا معرفة مبطلات الصيام حتى نحذر منها. من مبطلات الصيام لكل جسم حيز يدخل إلى الجوف، وقد يدخل من هذا الحيز ما هو مأكول أو غير مأكول، وما هو مشروب أو غير مشروب، سواء دخل الجوف من مدخله المعتاد مثل الفم، أو من مدخله غير المعتاد مثل الأنف والأذن والقبل والدبر بشكل متعمد، ما يؤدي إلى إبطال الصيام. للصيام مبطلات تنقسم إلى قسمين: مبطلات توجب صاحبها القضاء والكفارة معا، ومبطلات توجب القضاء فقط، وهي كما يلي. المبطلات التي توجب القضاء فقط هي الأكل والشرب متعمدا، أما الناسي فلا قضاء عليه، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك التقيؤ المتعمد، أي إخراج ما في المعدة أو أي شيء منه. أما من يغلبه القيء فلا يبطل صومه ويتم صيامه كأن شيئا لم يكن، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، وعليه أن يتم، سواء انعقد هذا في القلب أو باللسان صيامه. الحيض والنفاس، هذه مبطلة الصيام عند المرأة. أي شيء يستجلب به الإنسان شهوته يبطل الصيام عند الرجل والمرأة. إبطال النية، سواء انعقد هذا في القلب أو تلفظ به اللسان، أي أنه عزم الإنسان على أن يفطر في رمضان بإرادته، فصومه يبطل حتى إن امتنع عن جميع المفطرات، لأن النية ركن من أركان الصيام، والصيام لا يصح إلا بها. الإصابة بالإغماء واستمراره طوال النهار حتى الغروب من مبطلات الصيام عند المرأة والرجل. أما من يغمى عليه بعد أن يكون قد عقد نية الصيام من الليل، ومن ثم أفاق من غيبوبته قبل المغرب بلحظات، فإن صيامه صحيح. المبطلات التي توجب القضاء والكفارة معا. الجماع في نهار رمضان، أجمع أن الجماع من مبطلات الصوم، ويجب على الزوجين كل منهما الكفارة، وهي إطعام 60 مسكينا، وبهذا يكون الجماع في نهار رمضان من مبطلات الصيام. سنن الصوم، للصوم سنن متعددة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها تأخير السحور إلى ما قبل طلوع الفجر بقليل بشرط عدم خشية طلوع الفجر. السحور يتحقق بتناول تمرة أو شربة ماء بعد وقت منتصف الليل وقبيل الفجر، وذلك بنية التقوي على الصيام، والتعجيل بالفطر بعد غروب الشمس، والإكثار من قراءة القرآن، وتجنب اللغو من الكلام من كذب وغيبة ونميمة، والابتعاد بالنفس عن المحرمات والشهوات، وكثرة السخاء والجود والصدقات، والاعتكاف في رمضان خاصة في العشر الأواخر منه، والاغتسال من الجنابة قبل صلاة الفجر. إلى هنا انتهينا. شكرا لمتابعتكم قناة منطقي. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمه باللايك ومشاركته مع أصدقائكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.